Il y a une chaise vide dans cette salle. And this empty seat is for a French journalist, Christophe Glaise. خوتي السلام عليكم. في قاعات المؤتمرات الكبرى أين تصنع القرارات وتسلط الأضواء جرت العادة أن نرى لقطات تسوق على أنها إنسانية، لكن خلف هذه المشاهد تختبئ سياسة الكيل بمكيالين والنفاق الرياضي الذي لا يمكن أن يمر علينا مرور الكرام. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني أنفانتينيو يفاجئ الجميع ويشير بيده إلى مقعد فارغ في المقدمة مخصص للصحفي الرياضي الفرنسي المعتقل كريستوفر غليز، موجها مناشدات إنسانية ومطالبا بالعفو عنه في مشهد درامي يحاول دغدغة المشاعر واستعطاف الإعلام الغربي. لكن هنا يجب أن نتوقف ونرفع القناع عن هذا التناقض الصارخ. أين كانت هذه الإنسانية وأين كانت هذه المناشدات والمقاعد الفارغة في الوقت الذي لا يزال فيه الجميع يستحضرون قضية الحكم الصومالي الذي حرم ومنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لأداء مهمتها الرسمية في كأس العالم، حينها ابتلع رئيس الفيفا لسانه وغابت العواطف ولم نشهد أي تحرك أو التفات لإنصاف الكفاءة الإفريقية والعربية ضد التعنت والقرارات الظالمة. إنها اللعبة السياسية التي تحرك كواليس الرياضة أين تصبح الإنسانية مجرد شعار يرفع حسب الهوية والمصالح. ما تروحوش قبل ما تديرونا لايك فيديو، شاركوا معنا في قناة جلادياتورز. سلام.